واش بصح الخوت المغرب ما يبقاش فيه الفقراء؟ يعني هادشي اللي غادي نعرفو في هذا الفيديو هذا. بما ان في قلميم قال لك جبروا واحد الكميه ديال الذهب اللي هي كبيره بزاف، واش بصح يعني هاد الذهب هذا من حق المواطن المغربي يستافد منه؟ المهم الخوت، بزاف ديال الناس كيكتبوا بان في السيمانه اللي فاتت سمعنا هذا الخبر هذا بان المغاربه غيرجعوا اغنياء كاملين، غيرجعوا لاباس عليهم، ما يبقاش الفقر في المغرب وما يبقاوش الفقراء. هاد الذهب اللي جبروا قال لك كاملين غيديو حق ديالهم من هاد الذهب هذا اللي جبروا في المغرب. يعني الفقر غادي نغبروا باباه في المغرب، ما يبقاش الفقر. بالنسبه لهاد الذهب هذا نعطيكم جميع التفاصيل والشركه اللي دخلت نقول مين باش تجبد هاد الذهب هذا، والشركه المجهوله اللي كيقولوا عليها مجهوله. المهم الخوت، تابعوا الفيديو حتى الاخر وحطوا لنا شي لايك على الفيديو باش يوصل بزاف ديال الناس. الذهب ما كتجبروش مثلا مجموعه، يعني حجره واحده هو حجره مكموله من الذهب، اما كتجبروا في الحجر مثلا في وسط الحجر، ولا مدور على الحجر، ولا ملي كتحفر في الارض كتجبروا مترش على الحجرات صغارين. هذه هي الطريقه كيفاش كيجبدوا. الا كان الذهب يعني بزاف ديال الذهب، اما الا كان واحد النسبه قليله كتجبروها غير مترش في الحجر. ملي كتجبر الناس يحفروا المناجم باش يجبدوا الذهب، ولا كيحفروا في الحجر وفي الاماكن اللي كيكون فيها الذهب كتجبر كيحفروا. هاد الشركه الخوت صرحات بواحد الرقم اللي هو خيالي، قالت كل طن ديال الحجر جبروا فيه 300 غرام ديال الذهب. هذا راه رقم كبير بكل صراحه، لان الناس الشركات ديال الذهب اللي كتستخرج الذهب من الحجر ولا من المناجم كتقول بان يعني كل طن ديال الحجر خصك تخرج منه على الاقل واحد 5 حتى 10 ديال الغرام ديال الذهب صافي. ولكن هنا في قول ميم يعني صرحت هاد الشركه بان 300 غرام، يعني اي دوله فقيره الا جبتي 300 غرام من كل طون ديال الحجار راه عرفتي اي العين ديال الخوت، الفلوس اللي ما تخيلوهاش. يعني كل طون ديال الحجر كيخرجوا منه 300 غرام ديال الذهب. واخا تكون دوله شكون ما كانت غادي ترجع من اغنى دول في العالم. لكن الاستخراج ديال الذهب الخوت كما قلت لكم، كل طن ديال الحجر تقدر تستخرج منه 5 غرام ديال الذهب ولا 10، ولا الا كان بزاف كاع تخرج 15 ديال الغرام ديال الذهب. ولكن هنايا يعني كتخرج هاد الشركه هادي كتقول بان هذا خطا مطبعي، يعني خطا منهم هما بان قالوا هذا الرقم ديال 300 غرام. واش بصح جبروا 300 غرام ديال الذهب في كل طن ديال الحجر وبغاو يلويو ديك الشيء ويقسموه مع بعضياتهم باش ما يفتحوش العينين ديال المغاربه، ولا بصح خطا مطبعي؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا اللي كيسقسيو الناس، كيقولوا واش هادو بغاو يفتحوش العينين ديال المغاربه عليهم ولا شنو واقع بالضبط. على حسب المعلومات اللي بحثت عليهم على المناجم ديال الذهب جبرت بان كل طون خصك تخرج منه اما 5، وإلا كان يعني ديك الحجار فيه الذهب بزاف تقدر تخرج حتى 15 ديال الغرام. الشركه اللي كاينه في قول ميم كتقول خطا مطبعي، اعتذروا من الناس، قال لك بان جبروا 30 غرام في كل طن. ولكن هنايا علامه استفهام، واش بصح جبروا 300 غرام وما بغاوش المغاربه يطمعوا في الذهب باش يرجعوا اغنياء وقالوا 30 غرام؟ هذا هو السؤال المطروح. الذهب عنده واحد العمليه معقده، الا بغيت تخرج الذهب من الحجار بزاف يعني خص تكون شركه خاصه باستخراج المعادن ولا الذهب، يعني اللي كتستخرج يعني الثروات الباطنيه. يعني كاين شركات خاصين بهذا الاستخراج الذهب من المناجم، يعني ضروري خص تكون شركه خاصه باستخراج الذهب. وهاد الشركه بكل صراحه يعني كيكونوا شركه مكلفه، يعني حتى الى دخلت مثلا المغرب باش تخرج الذهب يعني كتعمل معك نسبه، يعني ماشي كتخدم معك عادي، يعني كتعمل معك واحد النسبه تديها من هذا الذهب هذا. ما عرفتش كيفاش كيقسموا بالضبط، ولكن يعني الشركات راه كيديوها الخوت، لان ما يمكنش غتخرج لك الذهب بحال اللي كتعمل مثلا واحد النسبه. نقدر نقول لك مثلا هي كتدي مثلا النص الكبير والمغرب كيدي غير واحد النسبه قليله، لان كلشي عليها هي.
لان العمليه كيفاش كيخرجوا الذهب، كيخرجوه من الحجار، من بعد كيطحنوه، من بعد كيصفيوه، عاد كيخرجوا الذهب الصافي. يعني العمليه ديال استخراج الذهب من الحجار راه عمليه معقده بزاف بكل صراحه. المهم الخوت، بالنسبه لي انايا ماذا بينا تبان شي حاجه في المغرب، لان صراحه المغرب غني بالثروات الباطنيه. وصلنا لنهايه الفيديو الخوت. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تحية أي واحد اشترك في القناة، مع الناس مع الكسلان.